ربيت وكبرت. ايه يا عمرو مالك بتعمل من انا جبتها الاول. طب وده حق؟ انا ما كانش ولا اكل ولا اتجوز ولا اعمل حاجه. ايه يا ابني انت انا مش وهو هتجوز دلوقتي، اديني حته بنيه كمان. جمال مش هدخلك. المشكله انهم هيجوا يقعدوا عندك على طول لانك انت عامل لهم اوضه ليهم عشان تقعدوا فيها كلكم. اذا كان مراتك خطيبتك قالت ان يا ماما عامله لكم اوضه واوضه قعاد عشان نقعد كلنا مع بعض يعني. مش كده، انت عارفه قال لنا ايه؟ آه. انا عامله لكم الاوضه بتاعتكم الاول قبل اوضته. ايوه هي قالت لي كده والله، قالت لي عامله لك اوضه يا ماما اوضه الاطفال ليكي والاوضه الثانيه لمصطفى وعم. والله العظيم قالت لي والله. والراجل بيتمسك من لسانه بقى. ايوه طبعا احنا عندنا كلام رجاله يا بابا، احنا كلنا هنا ما شاء الله انا مخلفه رجاله. انا عايز انزل. خلاص هشوف لك هجيب لك شراب جديد وخلاص من جوه من اللي انا عينه لك في الجهاز. والله لا هرجع من بره لعيب. طب قسما بالله لو تلقينا شراب ناخد انا راخر الشراب. تشرب انت. يا تنيله انتوا مالكوا، هو هيدخل يا ابني الشهر ده وانا كمان عايز ادخل. كلها اسبوعين وهيتجوز. انا عايز اتجوز. سوات ايه؟ بقى. انا عايز اتجوز. إيه؟ خلاص واحنا بنفرش الشقه هنبقى كل واحد يسرق منه شرابين. ولا عفو. جمال هيتجوز وانا اتجوز يبقى مصطفى هيتجوز. طب جمال كهز شقته وخلص عفش وكل حاجه، انتوا وراكوا ايه؟ انا جاهز انا كمان. طب مش انا استنيته؟ ما هو ابوكوا هيجهزكم انتوا الثلاثه مره واحده ازاي؟ يخلي عندكم دم. ماليش دعوه. يبيع فاست كبد. يبيع طعم كلاسين من اللي عنده مش عندي مانع. طب ما تاخدوا كلاسين من ابوكوا والبسوها. لا عايز اتجوز يا جدعان. وانا عايز اتجوز. طب بص الجواز الاول ليه؟ عشان هو اللي خاطب الاول. انت لسه خاطب ما بقالكش كام شهر يا عم. مش بكده. انما مصطفى بقاله سنه، يعني مصطفى هيتجوز بعد جمال وانت هتتجوز بعد مصطفى عشان تبقى عارف. لا يا حبيبي احنا دلوقتي عندنا نظام. لا النظام ده على نفسكم. نظام. وفين الشربات؟ لما تتجوزوا زي اخوك هجيب لكم. يعني كنت شربات البوكسرات هتمشي الجوازه؟ يعني هاخد نفس البوكسر لغايه لما يجي هو يتجوز. يمشي. لغايه لما انا اتجوز. احنا سايب لكم بقى 20 واحد قديم اهو. هو مش هياخد القديم بس يتجوز. ايه؟ يمشي من البيت هنا. مش هاخد قشايه. ايوه ما كله هيبقى جديد. ليه يا ابني ليه؟ وهدومه يا ابني ما هي زي كلاسين. خلاص يا ابني ما نفس هدومك هي نفس هدومه. سيبيهم التلاتة زي بعض. لو عندك حمالات خدها، ما بنلبسش حمالات. لا وانتوا من امتى حد بيلبس حمالات منكم يا حبيبي؟ لا هو لو خلاص كده ماشي. خلاص يا جمال بقى، خلاص يا جمال بقى اللي عايز حاجه في بيتك. وحياتك كلها اسبوعين يا كوكو هتتجوز وتروح تقعد بيتك يا حبيبي اهو. من النهارده لا من النهارده من دلوقتي. جمال اكله لوحده. ولا تغسلي يا حبيبي هياكل مع مراته يا حبيبي. ولا تغسلي له هدومه. هو ده تاني. ده لازم هبعت له كل هدومه كلها للمكواجي يغسلها ويكويها وتطلع على شقته كواها. الاكل اللي هناك اللي هيتعمل يجي هنا. طب واحنا هدومنا اللي متكسره جوه دي مين هيكويها؟ انتوا. هو عريس لما تبقى عريس هنعمل لك. وانا عشان بص يا جمال كل كتير عشان تكتر. هجيب لك بكره فراخ وهعمل لك بعض وهجيب لك كباب وكفته وهجيب لك تكر بط وكل يوم هاكلك فرخه. يا ماما. ايوه يا حبيبي امال ايه؟ لازم كده تتقوى كده. وانا عايز اتقوى. هو عريس. يعني ايه عريس؟ انا مالي عريس ولا عريس؟ انا مش ليا دعوه. انا عايز اتجوز انا كل يا جمال كل الطبق دي قبل ما اخوهم ياكلوا مني. طب كويس سيبوه بقى هو ياكل عشان يشبع. يلا قوم خليه هو ياكل. كل يا جمال كل يا حبيبي كل ده انت عريس. كل يا حبيبي كل انت عريس يا حبيبي كل. الف هنا. الحق خد البانيه منك يا هبل.